رافقته في زيارة إلى مدينة مصراتة أنا، وأعتقد البعض يقول أنك يعني من كان سببا في إعطاء المواطنة الليبية لهذا الرجل. لا، المواطنة الليبية هذا الشخص، لما أنا دائما مع أي شخص يقدم المساعدة للمدينة في حالة حرب، ليس في حالة سلم ولا يعطينا أي شيء آخر. كثير من العرب الآن مقطوعة أرجلهم الآن موجودين في مصراتة، يطلبوا العلاج ويطلبوا المساعدة يعني. فأنا هؤلاء الناس أفضل من أي ناس كثيرين هربوا كل سنة صهيوني كبرنامج ليبي. هو أنا لا صهيوني، كلهم ساركوزي صهيوني، أو مع المتعاون مع الصهيونيين، هو الذي نزع الحجاب من ولكن احنا الآن نتعامل مع أشخاص صراحة هم اللي ساعدوا برنامج في سلسلة فرنسوية، ويعني بكل احترام لليبيا والليبيين والساعة الليبيين، وهو من أول من اتصل بساركوزي والقافلة جاية إلى بنغازي قبل حتى الناتو. الطائرات الفرنسية تحركت لضرب القذافي وهو جاي إلى بنغازي. يعني صراحة هذا الرجل هو اللي حرك الناتو، حرك ساركوزي وقال له على مسؤوليتي أنا، الناس اللي التقيت بيهم وشفتهم وكذا وكذا وكذا. فيعني هل في بينا نشوف جنسيته ولا كيف ولا كذا؟ ما هو الطفل الذي يملكه برنامج ليبي كي هو صديق خاص عليه شيء هو صديق خاص لساركوزي، ولكن ليس هو من نفس الحزب. أقول لك يعني ما يرشحلاش، لكن صديقه خاص ويسمع له يعني. فإحنا يعني وجدنا نفسنا نستغل هذه الفرصة، وفي هذه اللحظات كنا يعني مع من ومعنا. إذا كان في دول ثانية عربية مسلمة لم تساعدنا حتى ببحث ومكرونة أسلم زي المملكة السعودية الله يهديهم يعني هل يمكن نبحث عن مين وكيف هل هو حلال ولا حرام ولا مين ولا هو يهودي ولا مسلم؟ احنا ما انتقلنا لبنه، فكان فقط رجل سعد ورجل نعرف أنه يعني كان يؤمن هذا الشيء ولا يطلب شيء، ولا هو طالب أن هو يخلينا صليمين ولا يخلينا يبني كنيسة ولا كذا. بالعكس يعني كان رأينا على حق وأن قضيتنا على حق، ونحن اتجهنا إلى فرنسا، أن هي دولة فرنسا وأن نحن نتعامل معها كدولة. تحصلتم على وعود